الألماني دلوقتي يا شباب مش مجرد مادة دراسية، ده شبكة أمان ليك. لو بنتك بتتكلم ألماني يبقى أنت واقف على أرض صلبة بجد، ولو لأ يبقى واقف على أعصابك. في زمن أصلا الفرص فيه بتقل وسوق الشغل دلوقتي بقى صعب، اللغة الألمانية حل حقيقي بجد، مش مجرد ترند ولا وهم ولا فكرة السفر وخلاص. تعلمك للألماني مش بس علشان تسافر، ده ممكن يغير حياتك كاملة وانت في مكانك، سواء قاعد في مصر سواء اشتغلت في شركات ألمانية. في شركات ألمانية كتير جدا بتدور على ناس بتتكلم ألماني، بتدفع مرتبات محترمة جدا، مش كلام على ورق وبس، أحسن من شغلانات كتير قوي موجودة ومطروحة في السوق. مجرد إن أنت بتتكلم بمستوى بي 1 أو بي 2، مستويات زي ديت بتفتح لك شغل بأرقام كبيرة جدا وبتفتح لك أبواب كتير جدا، ترقي أسرع، تقدير أكبر. بتفكر تسافر الألماني وتحدثك للغة زي الألماني بمستوى بي 1 أو بي 2 هي أول تذكرة في جيبك لدول زي ألمانيا والنمسا وسويسرا. الدول دي مش بتفتح بابها لحد مش بيتكلم لغتها. كل كلمة بتتعلمها وكل كلمة بتبقى جديدة عليك في الألماني بتقربك من شغل ثابت وإقامة وبيت وحياة تحس فيها فعلا إن تعبك ما راحش هدر. الألماني مش رفاهية ولا كورس وخلاص، ده استثمار، ويمكن يكون أهم استثمار دلوقتي في نفسك انت تقدر تعمله. ساعة واحدة بس او ساعتين مذاكرة في اليوم غلط وتصحيح تعب وزهق، كل ده مش بيضيع، ده بيحولك خطوة بخطوة لنسخة اقوى منك. ابدأ النهاردة، مش لما تفضى ولا لما تبقى لسه هتفكر ان انت تذاكر او لما الظروف تتحسن. ابدأ وانت خايف ومتلخبط وتعبان. الألماني عمره ما خذل حد تعب عليه. توكل على الله واستعين بالله، وانت كده كده ان شاء الله هتوصل. حط خطة للسنة الجديدة وابدأ، وان شاء الله ربنا هيكرمك. اكتب لي تحت في الكومنتات انت واقف فين دلوقتي في الألماني، ولا لسه بتفكر تبدأ. ما تخشش السنة الجديدة وانت مش حاطط خطة ان انت تذاكر ألماني. ذاكر ألماني لو مهتم ان انت تغير حياتك، وما تنساش تعمل فولو وشير للفيديو ده لو مهتم تغير حياتك للأفضل.